بيقولك أول انطباع هو الأهم، بيقنعوك إنها فراسة وقوة ملاحظة وسرعة بديهة. بس الحقيقة أول انطباع مش ذكاء، ده قمة الكسل البشري. أنت ما بتقراش اللي قدامك، أنت بس بتعمل كوبي وبيست لقوالب قديمة متخزنة في دماغك علشان تخلص وتريح نفسك. النهاردة هقولك ليه عقلك بيضحك عليك ويخليك تاخد أحكام معلبة وتعيش في وهم الفراسة. دماغك ده كائن بخيل جدا، بيشتغل بأقل مجهود ممكن علشان يوفر طاقة. تخيل إن المخ بيمثل 2% بس من وزن جسمك، لكنه بيستهلك 20% من طاقتك. عشان كده هو بيدور على أي طريق مختصر. يشوف ساعة غالية يقولك ده غني وناجح ومتربي، يشوف نبرة صوت مهزوزة يقولك ده ضعيف وشخصيته مهزوزة، يشوف لبس غريب يبقى شخص مش مسؤول ومستهتر. في علم النفس الظاهرة دي اكتشفها العالم إدوارد ثورن دايك وسماها تأثير الهالة أو الهالو إفكت. الهالة دي عبارة عن غيمة من الأحكام بتغطي الشخص كله لمجرد إنك شفت منه خصلة واحدة واضحة. عارف إن الموضوع ده وصل للقضاء؟ في دراسات اتعملت أثبتت إن المتهمين اللي شكلهم وسيم أو مهندم بياخدوا أحكام أخف من غيرهم في قضايا متشابهة تماماً. ليه؟ لأن القاضي والمحلفين بشر، عقلهم عمل حالة خلتهم يشوفوا الشخص ده صعب يعمل جريمة زي دي. احنا بنعمل كده مش عشان احنا عباقرة بتحليل الشخصيات، احنا بنعمل كده علشان نوفر طاقة التفكير. بنبني سجن من الأحكام ونحبس الناس فيه قبل ما يفتحوا بقهم بكلمة واحدة. وعلى العكس تماماً في حاجة اسمها تأثير القرن. لو شفت صفة واحدة سلبية، عقلك بيلبس الشخص ده قرون شيطان ويشوف كل تصرفاته سودة. لو حد اتأخر على ميعاد مرة واحدة، عقلك بيقرر إنه شخص مهمل فاشل وما بيحترمش حد. وممكن يوصل بيك الحال إنك ما تثقش فيه في شغل أو سر لمجرد إنه تأخر مرة واحدة. عارف ليه دماغك بيختار يظلم الناس؟ لأنك لو حاولت تفهم اللي قدامك بجد هتتعب. الفهم محتاج وقت، محتاج تسمع، محتاج تشيل الأحكام المسبقة وتغوص في تفاصيل معقدة. الفهم مجهود شاق ومحتاج طاقة ذهنية جبارة، فدماغك بيختار الطريق المختصر، يحكم ويمشي. أسهل بكتير إنك تقول ده شخص مغرور من إنك تحاول تكتشف إنه مجرد شخص خجول جدا بيحاول يحمي نفسه بالسكوت. احنا عايشين في عالم من الأحكام السريعة لأننا ببساطة مكسلين نحب أو نفهم بعض. السوشيال ميديا زودت الكارثة دي. انت بتحكم على بني آدم كامل من ستوري مدتها 15 ثانية أو من صورة فلتر مغطي ملامحها الحقيقية. في تجربة اجتماعية شهيرة، جابوا عازف كمان عالمي اسمه جوشوا بن، خلوه يعزف في محطة مترو وهو لابس هدوم قديمة وكاب قديم. الراجل ده تمن الكمان بتاعه 3.5 مليون دولار، وتذاكر حفلاته بتتباع بمئات الدولارات. تفتكروا ايه اللي حصل؟ آلاف الناس عدوا من قدامه ومحدش وقف يسمعه، وجمع في ساعة حوالي 32 دولار بس. الهالة هنا كانت شخص فقير بيعزف في المترو، فبالتالي عقلك قالك أكيد عزفه ملوش قيمة. اسأل نفسك بصراحة، كم مرة ضيعت على نفسك فرصة تقرب من حد عظيم بس علشان لبسه ما عجبكش في أول 7 ثواني؟ كم مرة خسرت صديق كان ممكن يكون سند ليك لمجرد إن طريقته في الكلام أول مرة كانت مختلفة عن اللي أنت متعود عليها؟ آخر مرة حاولت تفهم حد بجد، مش تحكم عليه وتصنفه. بطل كسل ذهني. البشر أعقد وأجمل بكتير من الصورة المعلبة اللي عقلك عاوز يثبتها علشان ينام ويرتاح. سلام.